الاستخبارات المغربية تتمكن من تحرير الدراجين المختطفين بالنيجر. مرشح لرئاسة الجزائر يؤكد أنه إذا أصبح رئيسا سيتخلى عن البوليساريو وسيتصل مباشرة بالملك محمد السادس من أجل الصلح. زعيم الجمهوريين الفرنسي على قناة إسرائيلية: السيادة المغربية على الصحراء لا جدال فيها، وإذا انتخبت رئيسا سأعلنها رسميا. قالت مصادر متطابقة إن تنسيقا أمنيا بين المصالح الاستخباراتية المغربية ونظيرتها من النيجر أدى إلى إطلاق سراح دراجين مغربيين انقطعت أخبارهما منذ 29 من مارس المنصرم. الدراجين عبد الرحمن السرحاني وإدريس فاتحي أطلق سراحهما أمس السبت بعد تعرضهما للاختطاف خلال شهر أبريل من طرف عناصر مسلحة على الحدود بين بوركينا فاسو والنيجر. وقد أسفر التنسيق الأمني حسب ذات المصادر والذي امتد على مدى 4 أسابيع بين السلطات الأمنية المغربية ونظيرتها النيجيرية إلى التوصل إلى مكان احتجاز الرهينتين وتحريرهما بأمان، ويتم إخضاعهما حاليا للفحوصات الطبية اللازمة من أجل الاطمئنان على وضعهما الصحي في انتظار الشروع في ترحيلهما إلى أرض الوطن. وكان الدراجان المغربيان عبد الرحمن السرحاني وإدريس فتيحي قد غادر يوم 19 من يناير من السنة الجارية مدينة الداخلة على متن دراجتيهما الهوائيتين في اتجاه موريتانيا ومنها إلى عدد من الدول الإفريقية، قبل أن يفقد أثرهما تماما على الحدود بين بوركينا فاسو والنيجر. في خطوة غير مسبوقة صرح المرشح الجزائري للرئاسة في عام 2024 عمر أيت مختار بأنه سيعمل على فتح صفحة جديدة للمصالحة مع المغرب إذا تم انتخابه كرئيس للجزائر. وفي حوار مع مغرب انتليجنس أعرب أيت مختار عن استعداده للتواصل مباشرة مع الملك محمد السادس ودعوته لزيارة الجزائر أو التوجه بنفسه إلى الرباط لملاقاته. وجاءت تصريحات أيت مختار الذي ينتمي إلى حزب الجبهة الجزائرية في سياق انتقاده لسياسة التصعيد الحالية بين الجزائر والمغرب والتي وصفها بأنها غير مفهومة، مشيرا إلى أن المغرب يمثل العمق الاستراتيجي للجزائر والعكس صحيح. كما دعا أيت مختار إلى تطبيع العلاقات بين الجزائر والمغرب دون تأخير ورفع يد الجزائر عن الصحراء المغربية، متسائلا عن سبب دعم جبهة البوليساريو الانفصالية على حساب المغرب. ويعتبر هذا التصريح من قبل أيت مختار الذي يشغل حاليا منصب النائب الأول لرئيس المجلس الشعبي الوطني خطوة هامة في اتجاه التقارب بين الجزائر والمغرب، واللذين يعانيان من توترات في العلاقات منذ سنوات عديدة. لكن من المهم أن يتم توخي الحذر في تفسير هذا التصريح، حيث أن أيت مختار لا يمثل الحكومة الحالية في الجزائر، ولا يمكن الجزم بأنه سيكون المرشح الوحيد للرئاسيات في عام 2024 في الجزائر. أكد رئيس حزب الجمهوريين الفرنسي إريك سيوتي أن السيادة المغربية على الصحراء لا جدال فيها، مشيرا إلى أنه سيعترف رسميا بسيادة المغرب على كافة ترابه إذا انتخب رئيسا للجمهورية الفرنسية مثل ما فعلت الولايات المتحدة الأمريكية. وقال سيوطي عند استضافته في قناة إيفانت كاتا الإسرائيلية إن الموقف الرسمي لباريس هو أن السيادة المغربية على الصحراء لا نقاش فيها، وتبقى الجزائر وحيدة في إثارة النقاش، وذلك لأسباب سياسية داخلية. Absolument, c'est une position qui n'est pas nouvelle, chez moi en tout cas. Je l'ai déjà exprimée il y a plusieurs mois.
Je crois aujourd'hui il suffit de regarder le développement de ces régions du Sahara, administrées aujourd'hui de façon exemplaire par le Maroc, pour mesurer qu'il n'y a pas de sujet, qu'il n'y a plus de débat, que ce débat est simplement entretenu pour des raisons de politique intérieure par l'Algérie. Donc il y a des faits historiques, il y a une relation présente, il y a un développement économique puissant dans ces régions qui naturellement font que oui, cette souveraineté n'est pas discutable. Ça veut dire que si Éric Ciotti devient président de la République, la France reconnaîtrait immédiatement la marocanité du Sahara, comme l'ont fait les États-Unis en 2020 ? Absolument. ويمثل موقف زعيم الجمهوريين عودة إلى الموقف التقليدي لجمهورية الفرنسية التي كانت من أول الدول في الاتحاد الأوروبي التي أعلنت عن دعم مقترح الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، قبل أن يصيب هذا الموقف فتورا واضحا في ظل التوازنات التي يحاول الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون إحداثها مع الجزائر، والتي لم تفلح في الحفاظ على علاقات جدية معه ولا مع المملكة. وفي ظل الشعبية المتدنية للرئيس ماكرون التي وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ سنة 2019 بسبب القانون الجديد الذي رفع سن التقاعد، فإن سيوطي يبرز كأحد الوجوه السياسية البارزة وكمرشح بقوة للانتخابات الرئاسية الفرنسية سنة 2027، علما أن حزبه ينتمي للمعارضة في الجمعية الوطنية، لكنه صاحب أكبر عدد من المقاعد في مجلس الشيوخ بعد فوزه بانتخابات 2020. وفي إشارة إلى الأزمة العاصفة بين الرباط وباريس والتي أدت إلى تأجيل رحلة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المملكة لشهور على الرغم من أنه أعلن عنها شخصيا، قال السيوطي: الأمر متروك لنا لتقوية هذه العلاقة معا مستقبلا، والتي ستكون مفيدة لفرنسا وللمغرب كما هي مفيدة لأوروبا وإفريقيا. ونوه رئيس حزب الجمهوريين بالدور الجوهري الذي يطلع به المغرب في القارة الإفريقية والمغرب العربي، ولا سيما فيما يتعلق بضبط تدفقات الهجرة، مشددا على ضرورة إعادة إرساء سياسة قوامها التشاور والتعاون بشأن قضايا الهجرة، كما دعا إلى تحسين العلاقات التي تربط بين المغرب وفرنسا، معتبرا أن قياس مدى هذا التدهور اليوم لا يطاق وهو ليس في صالح البلدين حسب تعبيره. شاركنا بتعليقك عبر مساحة التعليقات. إذا كان لديك أي اقتراحات لا تتردد أبدا في تقديمها لنا، ودعمنا بمشاركة الفيديو والاشتراك في القناة حتى يصلك كل جديد.